السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو جميل جدا بقى النهاردة، فيديو الفول المدمس بجميع انواعه، فول بالبيض، فول بالطماطم، فول بالطحينة. كمان هنعرف ازاي نسوي الفول، ازاي الفول ما يسودش، ازاي الفول يطلع مستوي وتحفة جدا ودايب زي المحلات بالظبط بجميع انواعه وتكاته. على فكرة بنضيفش اي حاجة عليه، كل حاجة بسيطة جدا فيه، وتكة بسيطة جدا اللي بنعملها علشان يطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفاها دي. بص شكل الفول بالصلصة او بالطماطم عامل ازاي، شكل الفول بالبيض، شكل الفول بالطحين، طعم جميل جدا. ده الطبق الاساسي على الفطار، ما بنقدرش نستغنى عنه. يلا نخش الفيديو بقى ونشوف سوينا الفول ازاي وازاي عملناه بجميع الاصناف اللي احنا عاملينها دي. ادي الفول بتاعنا نقعينه في شويه ميه، احنا ما بنسيبهوش كام ساعه منقوع في الميه، يا دوبك احنا بننقعه لمده الميه ما بتغلي بس، او بنسيبه يطلع الرواسب والشوائب اللي فيه. بتغسليه غسله واتنين وتحطيه في الميه، لما الميه تغلي بتنزلي فيها معلقه خل وبتنزلي بالفول بتاعك، بتغطي الفول وتوطي عليه زي السهرية كده بالظبط، نار زي الشمع. بص الفول لما استوى معاك، بص الجمال بتاع الفول، الفول اسود لا الفول ابيض، الفول ناصع جدا، الفول مستوي سوى دايب جدا. وكمان بصي شكل الفولة بتضوي من حلاوتها وجمالها. ليه؟ لانك انت ما نقعتيش الفوله. لما بتنقعي الفوله في الميه اكتر من اللازم بتدي طعم النابت، انا مش عايزاها تدي طعم النابت، انا عايزاها تدي طعم الفول الاصل، ريحه الفول بتاع الموائد وبتاع المحلات. احنا كده بقى سوينا الفول والفول استوى. انت تولعي الفول من بالليل عليه وتهدي زي شمعايه خالص عليه كده، او من اول اليوم لاخره حسب ما انت حابه ان انت تعملي الفول. معانا هنا حبه من الخضار، طماطم ومعانا فلفل ومعانا بصلايه مقطعينها كده تقطيع صغير وفص توم. هندبل كل الخضار ده مع بعضه علشان نعمل احلى فول بالخضار او فول بالقوطه. ادي الفصين، ما تكتريش عن الفصين، كفاية كده مع الخضار اللي انت حطاه يطلع معاكي فول مظبوط بالخضار وبالقوطة او بالطماطم. الله اعظم من عزة الله. ردد الاذان ونرجع نكمل معاكم الفيديو تاني. خرطنا بقى البصلايه بتاعتنا، نزلنا بمعلقتين من الزيت الابيض وعليهم البصلايه بتاعتنا، عليهم الفصين التوم، هتدبل حاجه بسيطه جدا. ننزل الفلفل والقوطه بتاعتنا او الطماطم حسب البلد او حسب المكان انتوا بتقولوا عليها ايه. في بلد بتقول عليها قوطه، في بلد بتقول عليها طماطم، في بلد بتقول عليها بندور، حسب ما يكون المكان. احنا بنقول عليها ببلدنا طماطم او قوطه. هنعمل بقى الفول بالطماطم او القوطه كده، بيبقى طعمه جميل جدا ولذيذ. على فكره ممكن بعد ما تعمليه وتخلصيه خالص وتعمليه بالقوطه، انا كنت عاملاه حب كده زي ما انتم شايفين، ممكن تاخديه بقى يبرد سنه كده تروحي ضرباه نص ضربه في شفشق الخلاط او في الكبه، بيبقى طعمه خطير جدا. تسيب البصلايه لما تدبل معاكي كده وتشوحيها في قلب الزيت تشويحه مظبوطه، وبعد كده تنزلي بقى باحلى طماطم. ينفع نعمله بالطماطم متعصجة او طماطم صلصة؟ لا ما بيديش طعم حلو. لما تكون الطماطمية فريش بتدي طعم مسكر للفول، بيبقى طعم معاكي تحفة بجد. هتنزلي بالفلفل كده وتدي بس ريحة مع البصلاية، تشويحة بسيطة، وبعد كده تنزلي بالطماطماية بتاعتك، يدي تعصيجة بسيطة، وننزل عليه بأحلى فول عملتيه. احلى طبق فول يفتح النفس على الفطار، بألف هنا وشفا لكل اللي يعمل حاجة بإيده. ادي الطماطم بعد ما اتعصجت شويه، شوفي بقى شكل الفول، انا لسه مولعه على الفول كمان ما طفيتش عليه. بصي شكل الفول عامل معاك ازاي، تحفه. طبعا هو فيه الميه بتاعته بيستوي منه فيه زي ما انت شايفه كده. بص الميه صافيه، الميه مش سمره، الميه جميله جدا وصافيه. كمان الفوله بتاعتك لونها حلو، مش غامقه، مش الفوله مجرمزه، الفوله مستويه احلى سوا، دايبه دوب. بصي عامله زي الملبن معاكي كده، لانك سويت الفول بتاعك سوا مظبوط. لا تحط عدس ولا تحط كركم ولا تحط اي حاجه. عايزه تاكلي فول مظبوط اعمليه بالطريقه اللي انا عاملاها معاكي ديت، جربيه وهتلاقي الفول طعمه جميل جدا. طبعا الفيديو النهارده بسيط. اعظم الله محمد رسول الله. ادي الفوله بتاعتنا هتغلي كده، دي شكل الفول بعد ما خلصناه خالص.
ايه رأيك في شكل الفول ده؟ طبق الفول ده اول طبق معانا النهارده، طبق الفول بالطماطم والخضار. انت خلصتي كده الطبق ده، ممكن لما يبرد تضربيه بنص ضربه في قلب الكبه، هيدي معاكي تيست وطعم حلو قوي. طب انا عايزه اعمل فول بالبيض. بتجيبي معلقه من السمنه الزبده الفلاحي عشان تاكلي فول مظبوط بقى، وتحطيها كده في الطبق، وبعد كده بتنزلي بالبيضتين بتاعتك او بعدد البيض اللي انت عايزاه، وتنزلي بكميه الفول اللي انت عايزاه حسب عدد الافراد اللي هم هياكلوا. معانا بيضتين اهم حطيناهم في السمنه البلدي وريحته بقى كانت موديه لاخر الدنيا. هتنزلي بالبيض بتاعك في قلب السمنه بعد ما السمنه تفك كده من بعضها، تنزلي بالبيض بتاعك وتنزلي بالفول، وتاكلي احلى فول بالبيض. طبق الفول بالبيض ده بقى في حته تانية خالص. لايك وشير للفيديو بقى علشان تعلي الفيديو معايا كده ويوصل لاكبر عدد من الناس، واللي اول مره يشوفنا يا ريت ينورنا باشتراكه في القناه علشان يوصلوا كل اشعار جديد بكل حاجه جديده احنا بنعملها. هننزل بقى بالبيض في قلب السمنه الزبده بتاعتنا كده اللي ريحته فكت وملت البيض بريحه السمنه البلدي والبيض، ريحه تحفه جدا. هتقلبيه تقليبه بسيطه كده وتنزلي عليه بالمعلقتين الفول او بكميه الفول اللي انتي عايزاه. ادي البيض بتاعنا التحفه جدا. يلا بقى هاتي نص كيلو فول كده وقومي اشطفيه، وبعد ما تشطفيه تمسكيه تحطيه في شويه ميه نظيفه كده تنقعيه، وبعد يا دوبك مده غليان الميه بس، وبعد كده تشيليه بقى بتحطيه في قلب الميه وهي بتغلي، وتقفلي عليه لحد ما يستوي بالشكل والجمال اللي انت شفتيه ده. هنجيب الفول بتاعنا بقى ونشيله بقى من على النار كده، استوى لما قال يا سوا يعني خد حده من السوا. هناخد بقى معلقتين كده من الفول وننزل عليهم في قلب البيض التحفة بتاعنا ده. بص الشكل، بص الفوران بقى، الزبدة الفلاحي مع الفول مع البيض، طعم في حتة تانية خالص، طعم تحفة بمعنى كلمة تحفة يعني. احلى طبق فول بالبيض. لسه فيه كمان صنف كمان في الفول اللي هو الفول بقى الطبق الرئيسي بتاعنا، الفول ابو طحينة ده حاجة تانية. طعم الفول كان هنا طعمه جميل جدا، لان ريحه الفول الاصل بتاع زمان من غير اي اضافات، من غير اي حاجه بقى، لا حاطين له كركم ولا حاطين له اي حاجه. هناخد بقى شويه من الفول كده نضربه في الكبه بتاعتنا علشان نعمله بالكمون والليمون وكمان بالطحينه. طبق فول اساسي كل الناس بتعمله بقى الصبح دوت، لازما الطحينه والليمون والكمون، والطحينه بتنحط على الفول بيدي طعم وتست حلو قوي للفول. ادي عصرة الليمونة، محبتش اقلب بس الطحينة علشان تشوفوا شكل الطحينة في قلب الفول. ايه رأيك في الفيديو بتاع النهاردة؟ الفول ازاي بيستوي وازاي ما يسودش منك وازاي تسويه سوا مظبوط وما بنحطلوش اي اضافات ولا اي حاجة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، الفول المدمس بجميع انواعه، بالطماطم بالطحينة بالبيض، فول بلدي بتاعنا عاملينه بتكات بسيطة جدا بحاجات مفهوش اي حاجات، مفهوش اي اضافات، كل حاجة سهلة. اي حاجة عايزين تعرفوها سهلة وبسيطة جدا من ايام زمان بريحة زمان تعرفيها مع اخوكي. عايزاك تكتبوا لي في التعليقات بقى رايكم في الفول بتاع النهارده، وايه رايكم في تسويته، ايه رايكم في الاطباق بتاعه الفول، والتعليقات الجميله ما تنسوهاش، لان هي دي اللي بتفتح نفسنا وبتقوينا. ويا ريت اللي بيكتب تعليق فضلا وليس امرا ما ينساش اللايك. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.